الفراغات اللي بيلعب فيها صن داونز واللي بيحرزها صن داونز دايما من العمق. الهلال مشكلته الان اضطر صن داونز على نص الملعب واستطاع ان يسجل هدف لينتهي. وسط ملعب الهلال بانه يكون في غيار في وسط الملعب وفي لاعب بيلعبوا في عمق الميدان. دايما تمريراتهم في العمق، يعني ما شفنا قادر يصل، لكن في اللمسه الاخيره يعني محمد عبد الله من الاطراف بشكل جيد، محتاج يفعل الهجوم بتاعه بلاعب بوجبا وفي وسط الملعب وإيبانجا. بص هنا الكره ايه عدت والله يعني فيها عدى خطير مايما، كره من اللاعب اللي بيحاول واشف نادي الهلال، وفي مهارات عند نادي سان داونز امامنا اهي. بص الكره عدى الطيب يرجع على طول الى بوش، صحح الخطا، ضغط عليه بيتر اخطاك يا علي اخطاك، لكن صحح الخطا. هادي الطيب عدى الرزق، يرجع على طول الى هادي الانطلاقه. بص خلى الراجل امامنا هو مديبه بيدور على الكوره، سجل لعب لوليبو على الارضيه يحذر اللاعبين، لكن على طول ارتقاء مميز الحقيقه. ياسر ادخلوا جوه، ياسر يجي له امامنا هنا اللمسه تعادل تكون مثمره. بص دي قصه الهدف، مايما ارتدت لمميز، ما بقى يشيل على طول لمسه يد، هو راجل طيب. الطيب عبد الرازق الطيب ادي الاعاده، بص الاعاده، شوف الاعاده، اخطاء كثيره الحقيقه. تاجل الى 4 مارس امام القطن الكاميروني.